السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي المتابعين أينما كنتم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه للرد على أحد أبواق النظام الجزائري، وهو المدعو حفيظ دراجي، الذي خرج في إحدى وسائل الإعلام العربية يتوقع بأن المنتخب المغربي سيفشل في تحقيق التأهل إلى مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. إذن ما هي المعطيات التي بنى عليها هذا المدعو حفيظ دراجي توقعه هذا؟ ثم لماذا لم يهتم حفيظ دراجي بشؤون منتخبه الفاشل والغائب عن مونديال قطر؟ أيضا كيف ينظر حفيظ دراجي إلى المغرب وإلى الرياضة المغربية والرياضيين المغاربة وما إلى ذلك؟ إذا كل هذه التساؤلات سنتطرق إليها بالتفصيل بعد هذا الفاصل. لا تذهبوا بعيدا. إذا بعد سحب قرعة تصفيات المونديال الخاصة بالمنطقة الإفريقية، والتي أفرزت مجموعة المغرب المتكونة من زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا، خرج المدعو حفيظ دراجي وهو يتنبأ بفشل المغرب في التأهل إلى مونديال 2026. هذا التنبؤ يبنيه عن متمنياته، فهو يتمنى ذلك، يتمنى أن يفشل المنتخب المغربي في حضور العرس العالمي، وهو يبرر بأن مجموعة المغرب هي مجموعة صعبة جدا وتضم منتخبات عنيدة وقوية، وأن المنتخب المغربي سيجد منافسة شرسة، خاصة من زامبيا والكونغو وتنزانيا التي قد تحدث هذه المنتخبات الثلاثة المفاجأة وتحقق التأهل إلى المونديال عوض المنتخب المغربي. كذلك فهو يتعلل بأن السبب الآخر الذي قد يجعل المنتخب المغربي عاجزا عن التأهل هو الثقة المفرطة التي تسود داخل الأوساط الرياضية المغربية من جماهير وإعلام، بالإضافة إلى أنه يرى أن المنتخب المغربي أصابه الغرور، وهذا قد يحرمهم من التأهل إلى المونديال. وطبعا فالمدعو حفيظ دراجي هنا فهو يخالف ما يراه المتتبعون والمختصون الذين يرشحون المنتخب المغربي بقوة للتأهل إلى هذا المونديال، إلا أن هذا الشخص الحاقد يرى عكس ذلك. ما أقوله لك عزيزي دراجي أو تعارجي هو: كان عليك أن تهتم أكثر بشؤون منتخب بلادك وتساهم من موقعك كإعلامي من أجل العمل على تحقيق التأهل إلى المونديال، عوض إفراغ سمومك وتوجيه سهامك نحو الآخرين. فلا تخشى على المنتخب المغربي، من يجب أن تخشى عليه فهو منتخب بلادك، فربما قد يظهر إيكامبي من جديد في ثوب منتخب غينيا وتصل إلى السكتة القلبية وتتكرر هذه المشاهد التي تظهر أمامك في الصور. ولتعلم عزيزي أن المنتخب المغربي حقق ما عجز عنه منتخب بلادك وما عجزت عنه المنتخبات الإفريقية والعربية جميعها. المنتخب المغربي كان دائما سباقا إلى تحقيق الإنجازات على مستوى كأس العالم. يكفي أن أذكرك والتاريخ يذكرك أيضا أن أول منتخب
عربي وإفريقي تأهل إلى الدور الثاني من المونديال هو المنتخب المغربي، وكان ذلك بمونديال المكسيك سنة 1986، وتأهل متصدرا لمجموعته أمام منتخبات أوروبية عملاقة من طينة إنجلترا ومن طينة منتخب بولونيا القوي آنذاك، وفوزه التاريخي بثلاثية أمام المنتخب البرتغالي. هذا الإنجاز انتظر منتخبك إلى غاية 2014 لكي يمر إلى الدور الثاني بعد فوز على منتخب كوريا المتواضع وتعادل مع منتخب روسيا الضعيف. إذا انتظر منتخبك من 86 إلى 2014، انتظر 28 سنة بالتمام والكمال، أكثر من ربع قرن. أما إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر والوصول إلى نصف النهائي أيضا كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، فمنتخب بلدك لا أعتقد أنه سيصل إليه في يوم من الأيام. فإذا كان مروره إلى الدور الثاني انتظر 28 سنة، فالوصول إلى نصف النهائي قد ينتظر 28 ألف سنة، وربما لن يصل إلى نصف نهائي المونديال، ولن يصل إلى ما حققه المنتخب المغربي. إذا المغرب ومنتخبه هم أسيادك، سيطول انتظارك لقرون، وشوف واش تقدر توصل لما وصل إليه المنتخب المغربي. نحن كمغاربة نعرف إحساسك وأنت ترى منتخب المغرب يقارع كبار العالم في مونديال قطر أمام عينيك الحسودتين، وأنت تتألم في صمت، ومنتخب بلادك الفاشل غائب عن ذلك العرس العالمي. أما أن تخرج اليوم وتفرغ سمومك فهذا لن يزيدك إلا ألم على ألم. فالمنتخب المغربي قوي بلاعبيه، بجمهوره، بمدربه، بكل مكوناته. إذن كخاتمة رسالتي لك أيها الحقود يا بوق كبرنات الجزائر هو: اهتم بمنتخب بلادك، فربما قد يغيب مرة عن المونديال، وقد تتوالى عليكم الخيبات والهزائم والانكسارات. فمنتخبكم غاب عن مونديال قطر، خرج من الدور الأول لآخر كأس إفريقيا، يغيب عن الألعاب الأولمبية. منتخب الشبان وأقل من 17 يغيب عن المونديال. منتخب أقل من 23 سنة غاب عن العرس القاري الإفريقي الأخير ويغيب عن الألعاب الأولمبية. فرجاء اهتم بشؤون أو بكرة بلدك. أما المنتخب المغربي فسيتأهل بإذن الله تعالى إلى المونديال المقبل بكل سهولة، وسيذهب لتحقيق إنجاز أفضل مما حققه في مونديال قطر. إذا أقول هذا الكلام. أشكركم أعزائي المتابعين على كرم المتابعة، ودمتم بخير.